كما قلت في مباراه قويه ومباراه من المنتظر بان يعني اكيد المنتخبين غادي يبحثوا على نتائج ايجابيه. نتمنى كل التوفيق فيها. بسرعه نقدموا التشكيله ديال المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي سيدخل بالمجموعه التاليه: ياسين البدوي في حراسه المنتخب المصري، سيدخل بالمجموعه التاليه عمر ابو صالح عادل في حراسه المرمى. باقي اللاعبين رقم حمزه، لاعب رقم 10 اللاعبين المتميزين، لاعب فريق الاهلي المصري هو عميد النهج التكتيكي والفني للمباراه. من المنتظر ان يكون هناك تنافس قوي بين المنتخبين لربح المساحات والنزالات الفرديه، تحول بسرعه نحو الهجوم، استغلال الفرص. الوقت اللي الحارس ياسين البدوي طلب اللاعبين يكون هناك حراسه فرديه. دي فرصه خطيره، تسديده قويه، تسديد. تابعوا من جديد لاعب رقم 7 باسل السيد لاعب فريق سموحه المصري. الكره كانت قطعات، خصوصا اللي كيكون حضور في هذه المنتخب. هذه فرصه، هناك وضعيه تسلل، كانت محاوله خطيره وسط لاعب وزان محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء، دخول كان سقوط ديال ناديي الاهلي والزمالك، دائما عندهم حضور قوي على المستوى الافريقي. تعود المحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، فرصه داخل منطقه الجزاء، يمكن تسديد، فرصه وتدخل الحارس. كانت محاوله وسط اللاعب ادم جوت اللي كان بامكانه يوضع الكره في الشباك، وتدخل الحارس عمر ابو صالح. فرصه ومحاوله ممتازه لفائده المنتخب الوطني المغربي داخل منطقه الجزاء. نتابع لاعب ادم جوت يسدد، وتدخل الحارس عمر ابو صالح عادل كيبعد الكره لوزن. تمريره دي فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، دخول من داخل منطقه الجزاء، امكانيه تسديد بواسطه المنتخب المصري. اي ركنيه حتى الان. اذا عبد الله وزان يستعيد التنفيذ، وزان رفع الكره الراسيه، تدخل ومن جديد كره خارج ارضيه الملعب. كانت فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. اللاعب احمد موهوب، لاحظوا التمريره من عبد الله وزان وموهوب يسدد. هذا لاعب ابن مدينه المحمديه. اتجاه اللاعب احمد موهوب، استرجع كره الدخول داخل منطقه الجزاء، دي فرصه تدخل دائما الخطوره والكره في الركنيه. عبد الله وزان لفائده المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب حمزه بوهادي يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، دي فرصه تسديده. الهدف الاول، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. اسماعيل العود في المكان المناسب، يسدد كره تعانق الشباك. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. فرحه كبيره، الجمهور الحاضر الذي يساند ويشجع هذه العناصر الوطنيه، العناصر الشابه. تمريره ممتازه من الجنوبنا، وصلت الكره لاسماعيل العود لاعب فريق فالنسيا الاسباني، يضع الكره في الشباك. هدف كنقول جا في التوقيت المناسب على بعد تقريبا 10 ديال الدقائق من نهايه الوقت الاصلي. حمزه بوهادي لاحظوا رفع الكره، تدخل للمدافع حمزه سعيد، وصلت الكره لاسماعيل العود. والخبر السعيد كان هو هدف اول لفائده العناصر الوطنيه بهذه الصوره وبهذه التسديده القويه لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف لا شيء، هدف اللي غيعطي ثقه، غادي يرفع من المعنويات ديال اللاعبين وغادي يخليهم انهم يناقشوا. لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، محاوله والكره تطبت بالعارضه. محاوله خطيره لفائده المنتخب المصري بواسطه لاعب محمد ابراهيم الشريف، كره ترتطم بالعارضه. تابعوا من جديد هذه المحاوله، لاحظوا لاعب محمد ابراهيم وصل الكره، يسدد، يستعيد التنفيذ، لعبات الكره مرات جانبا. محاوله خطيره، اعتقد الحارس لمس الكره. نتابع من جديد، والكره لمست الحائط. لاحظوا التسديده بالفعل لمست الحائط وتالي. عبد الله وزان دائما هو صاحب الاختصاص على مستوى الكرات الثابته، كيلعب الكره دائريه، هذه فرصه راسيه، هدف ثاني يضيع بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، كيجي مع الصافره ديال الحكم في الوقت اللي زياد باها يستعد للدخول. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله في المنتخب الوطني المغربي. تمريره عند اللاعب ادم جوت، كيرجع الكره عبد الله وزان، فرصه تسديده ولكن مشات فوق المرمى. عبد الله وزان يسدد، ممتاز اسماعيل العود. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، محاوله بواسطه اللاعب زياد باها، فرصه
هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه الموهوب احمد موهوب، كيتمكن من وضع الكره في الشباك باي طريقه وبفنيه وبتسديده مثاليه. كيتمكن احمد موهوب ان يوضع الكره في الشباك، وهدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. سنتابع مره اخرى. اسماعيل العود مرر لنبيل باها، كان تدخل ديال الدفاع، لاحظوا سدد بطريقه مش ما اعتمدش على القوه، اكثر من الذكاء اكثر من الفنيه. لاحظوا لعب كره دائريه بهذا الشكل تعانق شباك الحارس عمر ابو صالح، وبالتالي هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه احمد موهوب. هنا الموهبه، هنا الفنيه، هنا اكيد المحاوله اللي عطات هذا الهدف الثاني. لاحظوا لانه كان فقدوا التوازن لاعبي ومدافعي المنتخب المصري، واحمد موهوب في المكان. كره طويله، تدخل زياد باها، هذه فرصه محاوله تمريره من ادم جوط لباها دخول داخل منطقه جزاء، مراوغه اولى ثانيه، ولكن تدخل الدفاع، استرجاع كره، فرصه والهدف. هدف ثالث لفائده المنتخب الوطني المغربي. عبد الله وزان في المكان المناسب، كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفائده المنتخب الوطني المغربي. تابعنا الفرصه والمحاوله اللي قادها زياد باها من الجهه اليمنى، دخول داخل منطقه الجزاء. هناك ارتباك بعد تسجيل الهدف الثاني، كان هناك ارتباك على مستوى الدفاع ديال المنتخب المصري، تم استغلاله على نحو جيد من طرف عبد الله وزان. فرحه كبيره الجماهير المغربيه الحاضره هنا بملعب البشير بالمحمديه. نتابع لاعب زياد باها، المراوغه، ابعاد الكره ما كانش بالشكل الجيد، وصلت الكره لعبد الله وزان في المكان المناسب. لاعب متميز عبد الله وزان، لاعب اجاكس امستردام الهولندي، يضع الكره في الشباك. هنا كنتابعوا المحاوله اللي قادها لاعب زياد باها، وتسديده قويه لعبد الله وزان. هدف ثاني، هذه محاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. استرجاع كرة، ما كاينش هناك خطأ، محاولة بواسطة لاعب ممتاز، والهدف الرابع. الهدف الرابع من إمضاء زياد باها كيتمكن من تسجيل الهدف الرابع لفائدة المنتخب الوطني المغربي بطريقة ممتازة. مراوغة أولى وثانية، تلاعب الدفاع ديال المنتخب المصري. زياد باها ابن المدرب نبيل باها، الورقه الهجوميه اللي رمى بها في الجوله الثانيه. فرحه كبيره الجماهير المغربيه بهذا المستوى صراحه ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. نتابعوا التمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء، وكان هناك خطا للمدافع حمزه سعيد. لاحظوا هذه المراوغه، ثم طريقه رائعه وضع الكره بطريقه مثاليه لاعب زياد باها، لاعب ريال بيتيس الاسباني. لاحظوا استرجاع الكره، ما كانش هناك خطا بتاتا على المدافع حمزه سعيد. لاحظوا المراوغه، امكانيه يعني التقنيات ديال زياد باها. الا كان الاب ديالو نبيل باها كان هداف، فاكيد زياد باها في هذا الطريق ان شاء الله انه يواصل العمل. ممتاز زياد اللي تمكن من تسجيل الهدف الرابع لفائده المنتخب الوطني المغربي. 4-0 امام المنتخب المصري. العناصر الوطنيه تقدم مستوى جيد في هذا، واللي وضع الكره. اذا بلال عطيه وجه لوجه مع الحارس ياسين البدوي. المنتخب المصري يبحث عن تسجيل اولى اهدافه في هذه التصفيات الافريقيه، كذلك في هذه المباراه. اذا بلال عطيه محمد عميد الفريق يستعد للتنفيذ. ياسين البدوي لمن التألق، عطيه يسجل اذا هدف اول لفائده المنتخب المصري بواسطه اللاعب بلال عطيه محمد. يسجل الهدف الاول لفائده المنتخب المصري. اصبح النتيجه 4 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. نتابع من جديد هدف ديال المنتخب المصري اللي قلت انه كيجي في الفاصل الاخيره من المباراه في الوقت المغربي. يوم الاحد المقبل فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، والهدف هدف خامس لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه اللاعب الياس بالمختار. كيتمكن من تسجيل الهدف الخامس لفائده المنتخب الوطني المغربي. 5 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. الياس بالمختار لاعب فريق موناكو كيتمكن من تسجيل. نتابعوا هذه الفرصه وهذه المحاوله. لاحظوا التمريره، تسديده ارضيه تمكنش من ابعادها الحارس عمر ابو صالح. لاحظوا تسديده ارضيه
غلطات الحارس بوصالح، وهدف خامس لفائده المنتخب الوطني المغربي. 5 ديال الاهداف، حصه كبيره للعناصر الوطنيه